عمرك سمعت عن فيلم اتصور بكاميرا ايفون 6؟ اول مره تسمعها؟ تعال احكي لك. فيلم تنجرين ده مش فيلم عادي. اول حاجه هنستغربها ان الفيلم كله متصور بكاميرا ايفون. اه والله زي ما بقول لك، وده كان وقتها حاجه مش متخيله تتعمل في فيلم سينما. بس المخرج شون بيكر حب يثبت ان الحكايه مش بالكاميرا، الحكايه ازاي تحكي قصه صح. الفيلم بيتكلم عن يوم في حياة بنت اسمها سين. دي خرجت من السجن في لوس أنجلوس، وفي نفس اليوم اللي خرجت فيه بتكتشف إن حبيبها بيخونها. ومن هنا بنعيش معاها يوم كامل مليان دراما وضحك وتوتر، وهي بتحاول تلاقيه وتواجهه. وفي النص بنشوف شخصيات تانية من عالم الشارع، منهم صديقتها وسواق تاكسي عنده أسراره الخاصة. اللي حلو في الفيلم إنه واقعي، مش بيجمل أي حاجة، بيوريك الحياة زي ما هي من غير أي فلاتر. والصورة رغم إن هي بكاميرا موبايل طلعت طاقة وواقعية تحسسك إنك جوه الأحداث مش مجرد متفرج. فيلم تنجرين أثبت إن الإبداع مش محتاج إنتاج ضخم. أنت لو عندك قصة حقيقية وكاميرا موبايل ممكن تعمل فيلم يهز مهرجانات. وده فعلا اللي حصل. الفيلم اتعرض في مهرجان اسمه ساندس، واتمدح كتير بسبب جرأته وطريقته المختلفة. يعني لو بتحب الأفلام المستقلة وبتدور على حاجة مختلفة، أنصحك تشوف فيلم تنجرين.